يا هلا ومرحبا. بسوي دونات والله من فترة وأنا مشتهيتها. طبعا كاستين دقيق أبيض. شوفوا القياسات، أنا قاعدة أقيس بكاسة نوتيلا، أي كاسة عندكم قيسوا فيها عادي. هنا حطيت ملعقتين سكر وملعقتين حليب بودرة، ملاعق كبيرة، نص ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة خميرة فورية بحطها. وهنا صفار بيضة واحدة، أنا طبعا سويت كمية قليلة. صفار بيضة بحط معها شوية خل وشوية فانيليا. الخل أنا ما أبغاه يكون عشان نكهة البيض. بس أقلب المكونات. وهنا عندي المفروض ربع كاسة حليب وربع كاسة موية، قمت أنا حطيت ربع وربع موية وحليب مع بعض. شوفوا بنات، هنا بعد ما يعني بس كده عجنت شوية وتجانس الدقيق مع الحليب. وترى يا بنات أنواع الدقيق تختلف، أنا الدقيق هذا أول مرة أسوي فيه الدونات فاحتجت شوية زودت حليب. طبعا خلاص بعد ما يتجانس الدقيق كذا مع المكونات حط 40 غرام 40 غرام زبدة. شوفوا هنا تجيكم رقم 25 25 25 و25 تساوي 50. قبل ال25 الثانية تاخذون شوية تقطعونها، طبعا زبدة لينة، وتحطونها على العجينة وتعجنون لين ما تصير عجينة ناعمة ما هي متكتلة. حتى وارجع لكم. خلاص كذا حطيت الزبدة وابدأ اعجن. شايفين قوام العجينة الحين مع الزبدة بيلين اكثر. خلاص كذا حطيت الزبدة وابدأ اعجن. شايفين قوام العجينة الحين مع الزبدة بيلين اكثر. خلاص كذا حطيت كذا. خلاص بنات صارت العجينة مرة لينة. في البداية بنات كذا تحسونها لا تلزق في يدينكم ومدري ايش، تحسبونها خربت. لا، استمروا بالعجن عادي لما تصير زي كذا ناعمة ما تلزق باليد. خلاص كذا راح اغطيها ربع ساعة، بعدين ارجع واشكلها ان شاء الله. هنا رشيت الصحن دقيق. خلاص بعد ما عدى للعجينة ربع ساعة بقسمها كور متساوية، يعني احاول ما اكبر عشان بعدين ما ابغى الشكل مرة يكون كبير، ابغاها تكون مني صغيرة. احاول ارتب الشكل لانه بعدين خلاص لاني ما راح افردها، كورها وخلاص. احاول ارتب الشكل من البداية. هنا خلاص شوف بعد ما كورتها هذه الحبات 5 حبات حطيت تحتها ورق زبدة لاني ما راح اشكلها، خلاص بخليها كذا محشية. هذه راح اشكلها بعد شوية يا بواسطة اصبعي او بواسطة اي شيء عندي دائرة. خلاص الحين راح اغطيها برضو ربع ساعة. بنات الكمية قليلة ما تاخذ وقت ابدا ولا تعب، يعني ما عندكم عذر تسوونها، يحبونها اولادكم الصغير الكبير قبل الصغير والصغير قبل الكبير. خلاص الحين بغطيها كذا ربع ساعة وخليها ترتاح بعدين نشوف. بشكل بس هذه اللي ما عليها ورق زبدة. الحين تقولون يا حبة العجينة ترتاح أكثر منا، كلامكم. خلاص خمرت. بالحين تغمس كذا، بس تغمسين يدك في دقيق. شفتم هذا اللي قلت لكم من اول، بس كذا باصبعك وتشكلينها.
يكون عندك ورق زبدة. تشيلينها كذا دونات. خلاص تحطينها على ورق الزبدة بصبعك أو أي شيء عندك عادي. ليش حطيناها على ورق الزبدة؟ لأني برضو بخليها تتخمر نص ساعة، بعدين خلاص الحين بعد ما شكلتها راح أغطيها برضو نص ساعة قبل أقليها. أنا عارفة بتتنرفزين من هذه الخطوات بس والله العظيم تطلع مرة تجنن. هذه مفكر إني أدخلها الثلاجة لأنها تخمرت خلاص بزيادة، فأفكر إني أدخلها الثلاجة لأنها ما شكلتها ولا شيء من أول مرة. أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أصحاب الجنة اذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت. اذكر أخا عاد كنار تأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. قربانا آلهة من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
أم حسب الذين في أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل ما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض. ولذا يصفه خادمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. من الفوائد بيان مدى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة بالله من شر الأخلاق السيئة مع أنه كان أبعد الناس عنها. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجري بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. من الفوائد أيها الإخوة أن نجيب عن سؤال قد يتردد لدى البعض، وهو كيف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه حسن الخلق وأن يصرف عنه سيئها وهو أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. يجاب عن ذلك: وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من امسك. فوقهم
هذه فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب عمي طيب حيث لا يشعرون طيب استنى شوية. ثم يوم القيامة يخزيهم هشة والجن يعني كل شيء. كيف أوضح لكم كذا الهشاشة؟ أنا جناتي بجلاز بس سويت لي حبتين بس عشان ما أكثر. بسم الله. جربوها مرة لذيذة والله.